السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب حبايبي تكونوا بخير. برج الميزان حبايب قلبي، صفوا ايه كده، تفائلوا بالخير تجدوه، طلعوا الطاقة السلبية، صلوا على الحبيب وكمان استغفروا. طبعا حبايب قلبي اللي اول مرة يشوفوا القناة ما ينسوش يعملوا اشتراك وشير ولايك للفيديو، ده فضل منكم مش امر، والامر لله وحده. عايزاكم بقى تصلوا على الحبيب وتستغفروا كتير. طبعا حبايب قلبي اللايك يا حبيبي هو اللي بيرفع الفيديو، وكمان لا يعلم الغيب إلا الله، محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله. أنت منصور، أنت عند حقك راجع، وعندك تفوق بإذن الله. أنت متضايق دلوقتي في الوقت الحالي، متضايق وحزين الفترة دي، وبتسأل مثلك مالك، فيها ايه؟ متضايق ليه؟ مخنوق ليه؟ تعبان ليه؟ ما عنديش حاجة بتكمل في حياتي ليه؟ شايل هم ليه؟ حاسس ان حياتك فيها مشاكل. مشكلتك ان انت طيب جدا، اما بتقع في حاجة بتحس ان كل حاجة اتقفلت، وان كمان ايام دي بتقولوا ملناش حظ منحوسين، كل ما بنمشي خطوة لقدام بنرجع مليون خطوة لورا. ليه؟ ليه كل ده؟ المشكلة اللي موجودة في حياتك خلصت ولا لسه؟ حاسس ان هي مخلصتش؟ ايه الكلام اللي اتقال عليك وزعلك وضايقك وحرق دمك؟ مين اللي طلعنك وحاسس ان حياتك وقفت؟ بصوا حبايبي، اول حاجة عندكم طريق، والطريق اللي انتوا فيه ده مش هقولكوا صح ولا غلط. حاول ان انت تركز وتراجع امورك من جديد. انت عديت مشاكل كتيرة جدا، كذا مشكلة بتعدي بيها، نفسيتك ان حاسس انها ضايعة، بس ان شاء الله بإذن الله هيكون عندك انتصار. عندك انتصار بسبب اللي حصل ده كله، عمل منك شخصية جديدة، او انت بتحاول ان انت تبقى شخص جديد، بتحاول ترمي كل اللي حصل ورا ظهرك. عندك كذا مشروع في حياتك، خسرت فلوس، خسرت حقك، خسرت بعض المشاريع اللي انت كنت فيها، لكن بتحاول ان انت تجدد حياتك، بتحاول ان انت تجدد نفسيتك، لدرجة ان انت حياتك بقت مخصصة للوحدة، عايز تبقى لوحدك، مش عايز تبقى حد معاك عشان انت اتألمت كتير. بقيت خايف ان انت تصاحب، بيجي عليك وقت بتخاف تتكلم مع الشخص اللي قدامك حتى لو انت واثق فيه، ده بسبب ان انت اتخدعت. اقرب الناس ليك هم اللي طعنوك، هم اللي غدروا بيك، اتخنت، حد خد منك مالك، خد فلوسك، خد افكارك. بيجيلك وقت من وقت التاني بتيجي تنام ما بتعرفش تنام، بتلاقي الدموع نازلة من كتر انت شايف ان حياتك واقفة، مفيش حاجة بتكمل عندك. ده ليه؟ ليه حيران؟ ليه دايما حاسس بالإحباط؟ حاول ان انت تبعد عنك الطرق دي، طلع نفسك من الطاقة السلبية، دخل نفسك في طاقة إيجابية أكتر من طاقة. أنت محسود مع حسد لدرجة إن أنت نفسيتك الفترة دي تعبانة، أو الشهر اللي فات كانت نفسيتك تعبانة، حاسس إن أنت فيها إحباط. لأ، اتفائلوا، تفائلوا بالخير تجدوه. حقك راجع، المحكمة اللي انت هتخشها وهتخشها بالخير، يا إما رجوع حق يا إما فرحة وخير. في جميع الأحوال دخول المحكمة دي هتكون في الخير بإذن الله. بس أنا عايزاكم تتفائلوا بالخير وترموا كل حاجة ورا ظهرك. عندك مشروع، انت فشلت مشروع، بس عندك مشروع وهتنجح فيه بإذن الله، هيزود لك الدخل المادي، لأن انت الماديات عندك صفر. مفيش عندك فلوس بتقعد في ايدك، مفيش فلوس بتقعد عندك خالص، دايما الماديات عندك ضيقة، وعشان كده ان شاء الله هيكون عندك مشروع ناجح وهيزود الاموال في بيتك باذن الله. ارمي كل اللي فات ده ورا ظهرك، وحاول تجدد في حياتك وتجدد في نفسك انت كمان. ابعد عن التعب. لا اله الا الله محمد رسول الله. انت مشكلة، كل ما تطلع مشكلة تدخل نفسك مشكلة تانية. انت بتحاول تحل المشاكل اللي انت عندك،
وبتحاول ان انت تعداها، بس انت عندك كم مشكلة ضايعة. ليه دايما صحتك مش مظبوطة؟ حاسس ان صحتك فيها تعب او عايز تروح للدكتور؟ ان شاء الله باذن الله الصحة هتبقى حلوة، بس حاول ان انت تهتم بنفسك وبصحتك. لا اله الا انت رسول. ابعد عن التوتر والحيرة والتفكير الزيادة اللي هو موجود في دماغك. حاول ان انت تستقر لشهر ده. دايما بيجيلك صداع مستمر، دايما بتحس ان انت في توهان، ان انت مش في حياتك. بعض منكم حاسين ان حياتكم كئيبة، بتقول انا استكفيت وان انا مش عايز حاجة ونفسيتي تعبانة. لا، اطلعوا من الطاقة دي. عايزاكم تقفوا من جديد وتحاولوا تكملوا حياتكم. انت حاسين ان مفيش حاجة بتفرحكم، حاسس ان انت حياتك فيها مشاكل. لا، حاول ان انت تتفائل بالخير. تفاؤلوا بالخير تجدوه. طالما في حياتك فيها خير، ربنا هيحسن لك كل الامور. كتر في الاستغفار والدعاء. الدعاء والصلاة على الحبيب بتغير القدر. فكرش غير في ربنا. حاول ان انت ما تتكلمش عن حد. دايما الحاجة اللي بتحصل لك، لو في حاجة واحدة بس حلوة بتحصل لك، بتقلب ضدك. او ما تجيلك فرحة بتلاقي ناس كتيرة بتحاول تاخد منك الفرحة. ليه؟ لان انت بتتكلم كتير وانت قلبك ابيض، وما بتعرفش تخبي اللي جواك. اللي في قلبك بتطلعه، اللي على قلبك على لسانك على طول، وعشان كده محسود. بيجيلك وقت يجيلك صداع، بيجيلك ألم في المعدة، ألم في المفاصل، بيجيلك ألم في حياتك بالكامل. لو مفيش ألم في صحتك كويسة، التفكير واخد في حياتك، الحيرة كمان، مفيش حاجة بتكمل في حياتك، ده بيدل ان حياتك واقفة. حاولوا كده تصلوا على الحبيب وتستغفروا. الاستغفار في دايما خليه عندك وفي لسانك. الفترة الجاية بإذن الله عندك فيه خبر حلو جدا، وده هيفرحك. انت الفترة دي محدش بيساعدك ومحدش بيساعدك. انت لو وقعت لنفسك ولو قمت لنفسك، محدش واقف جنبك، ولا حد بيكلمك، ولا حد بيسأل عليك، ولا حد بيودك، وكأنك مش موجود في حياة حد. محدش بيعترف بيك خالص، وحاسس بالإحباط. اكتر الناس ليك هم اللي كلوا حقك، هم اللي ظلموك. ودايما بتقول حسبنا الله ونعم الوكيل. دايما بتقول حسبنا الله ونعم الوكيل. دايما قلبك حزين ومكسور. ليه زعلان؟ ليه زعلان على الحبيب وعلى الشريك ومن اهلك ولا من حياتك ولا من نفسك؟ لا، ما تزعلش من حد. انت ظلمت كتير، مش عايزاك تزعل من حد. سيب كل حاجة على ربنا وما تقلقش خالص من اي حاجة. لا اله الا الله رسول الله. صلوا على الحبيب. انت عندكم في بشاير حلوة واحداث كتيرة. عندكم ان شاء الله انفراجة حلوة هتدخلك زيادة في المال، هتدخلك فرحة من جديد. في عندك طرف تالت بيخش في علاقاتك ويبوظها، دايما معاك في العلاقات ويبوظها لك. بصوا يا حبايبي، تفائلوا بالخير بإذن ربنا. انت ناوي على رحلة حلوة، ناوي على تغيير مكان، ناوي على سفر، ناوي على حاجة معينة. لو انت عايز تسافر هتسافر، ناوي لشراء حاجة تشتريها، ناوي ان انت تنقل الحاجة اللي انت ناوي بيها. ان شاء الله هتحصل. تحقيق توقيع الورق في المحكمة او بتاعة السفر، ان شاء الله بإذن الله هتحققها، هتجيلك ولغاية عندك. انت الفترة دي بتحاول تزود في رزقك في ماديات، لان الماديات عندك واقعة. المشروع اللي انت عملته، الحاجة اللي انت عملتها وفشت معاك، ان شاء الله بإذن الله هيكون عندك تعويض. بلاش تشيل هم الدنيا فوق كتافك. عندكم في وظيفة حلوة، عندكم انطلاقة من الناحية العاطفية، عندكم قلب مفتوح. مفيش حاجة عندك بتكمل بالعاطفة، بس عندك انطلاقة حلوة في العاطفة. سيبك من كل حاجة انت خسرتها، سيبك وحاول ان انت تستفيد من الخطأات والغلط اللي انت عملته. العين عليك وعليك كتير جدا. الحسد واكل حياتك. عندك واحدة ست دي بتجدد لك طاقة السر،
اقرب الناس ليك هم اعدائك. احذر واحدة بتحاول تجدد لك طاقة السحر في حياتك، احذر منها، بلاش تتآمن لأي حد يخش بيتك. عندكم في فرحة حلوة بإذن الله. سيبك من كل حاجة انت خسرتها، سيبك من المشاريع، سيبك من الكلام اللي اتقال، الطعنات اللي انت خدتها ورا وبعد وفي ظهرك. العب، اجري عن اي حاجة بتضايقك، عيش النهاردة ما تعيش امبارح. عايزاك تكون عندك تفاؤل، لان انت عندك انطلاقة حلوة، عندك وظيفة حلوة، عندك توقيع اوراق، عندك اشتياق لاطفال، عندك رجوع حبيب من ناحية العاطفة. انت انت هيجيلك على الاقل مكالمة هتفرح قلبك وهتسعدك، هتجيلك حاجة عاطفية وهتغير حياتك، او انت مستني حاجة من الناحية العاطفية تغير حياتك. انت اتظلمت وحاسس بالوحدة من وقت للتاني. بلاش الدموع، دموعك غالية. عايزاك تكون مبسوط، بلاش تخلي ابسط حاجة هي اللي خليك تبكي. حاول ان انت تتمتع وتستمتع بوقتك وحياتك، عشان خاطر حياتك فيها جديد، فيها بعض الحاجات الحلوة. ارمي حمولك ورا ظهرك، وان شاء الله بإذن الله هيكون في خير ليك، وراحة البال والسعادة والتفاؤل وراحة البال وتغيير الحال. واللهم صل على الحبيب المصطفى. لا إله إلا الله محمد رسول الله. انتوا ربنا هيكرمكم بإذن الله، الناس اللي اتظلمت، وهيكون عندكم أخبار حلوة، هيكون عندكم اشتياق، عندكم شراء حاجة جديدة، حاجة معينة في حياتك الفترة الجاية. خلي بالك انت عندك في سحر، والسحر ده ممكن يكون جاي لك من طرف تالت بيتدخل في حياتك، او بسبب مشاكل او ضغط نفسي. فخلي بالك في الفترة الجاية، وريت تشغل الرقية الشرعية على طول، وتحاول على قد ما تقدر تنام، عشان النغزة اللي في قلبك والألم اللي في ظهرك ده مش طبيعك، ده بيزيد معاك في أيام معينة، بتحس ان كده في ألم. انت عندك نفور مع الشريك رغم ان في صلح، انتوا عندكوا في حرب، او عندكوا مواجهة مع حد، في عندكوا لبس فستان ممكن يكون مناسبة حلبة، او كلام حلو بإذن الله، وده فضل ربنا عليكم. انت عندك انت عندك الفترة الجاية فيها انفراجات. انت عشت فترة من يأس من الظلم، وفترة من الحيرة والتعب وشيل الهموم لوحدك، وده حاجة دأباك جدا الفترة اللي فاتت، لأن انت خاب أملك أو خاب ظنك. انتوا كمان عندكوا ورق هيخلص، أو ورق عاطل. الورق ده هيكون فيه خير بإذن الله. أكتر في منكم بيحب البحر، بيحب يقعد على البحر، في فسحة في خروجة بتخص البحر وانتوا هتروحوها الفترة الجاية. ممكن هتروحوا تقعدوا مع حد في بحر، والله أعلى وأعلم. عندكم في لهفة واشتياق جواكم، مشتاقين لحد بعيد عنكم، حد غايب عنكم، والله أعلى وأعلم. عندكم اشتياق كبير، اشتياق فظيع الفترة دي. في عندك حد من الأبراج بيحضر بالعدل، حد بيحكم بالعدل، ما بيعرفش الخيانة ولا بيعرف الظلم. دايما بتلاقيه حاكم بيقولك الصح، وما بيحبش ينافق، ما بيحبش يزود في الكلام، بيحب يقول الحق حتى والحق ده هيضيع منه حاجات كتير. الحق ده موجود عندك وهيفضل يقول كل الحق. لو انت عندك مواجهة وكلام، انت هتطلع منها منصور، لانه هو بالحق بإذن الله. عندكم في رقم 5، والله أعلم الرقم ده، بس من بعد ال5 دي في تشابك. التشابك ده ممكن تكون قاعدة. مين العلاقة السامة؟ في علاقة سامة، حرف السين ده مضايقك، ده تعبك نفسيا، مزود همومك والضغط عليك. في كمان ان انت قلبك ابيض وطيب، واللي في ايدك مش ليك، واللي في ايدك مش ليك، وبتدي كتير قوي، بس انت خلاص اتحولت. انت اتكسرت كتير اكتر من مرة. هتقولي ما اتكسرتش، لا اتكسرت اكتر من مرة،
وبسبب كسرة القلب انت اتحولت. انت مش هقولك انت اتحولت لحد شريد، انت اتحولت لحد فاهم الحياة اكتر، اتحملت وتحولت لحد تكون كده خلاص. واهدي شوية عشان المواجهة اللي هتحصل مع الابراج الترابية هيكون في كلام كتير جارح، فانت اللي هتقرر انت ايه تعمله، وانت اللي هتقرر باذن الله تقول ايه. في منكم ناويين يروحوا للطبيب، في عندكم استشارة مع طبيب او علاج، او حد هيستلي بيك يتصل بيك ويقولك تعالى. عندكم في خطوتين للدكتور، وفي نفس الوقت في منكم ناوي يعمل عملية، ناوي يطلع نفسه من الهموم اللي هو فيها. اللهم صل على حبيبنا وسلم. عندكم في خطوبة، زواج، فترة حلوة الفترة الجاية، انتوا احلى ما فيكم ان انتوا احساسكم عالي. في عندكم علاقة صداقة بتتحول لحب، انت ناوي على بداية جديدة، حاجة جديدة تخشها الفترة الجاية. انت ما تقلقش خالص، ليه؟ لان انت جايلك من وراها خير، بس انتوا بتغيروا على الناس اللي ليكوا، بتغيروا جدا على الناس الموجودة في حياتكم. يا ريت الغيرة بتاعتكم دي تكون هادية، وما تحاولوش تطلعوها بطاقة سلبية، حاولوا ان انتوا تهدوا وتطلعوها بالراحة. حاولة واحدة واحدة الهم اللي انتوا شايلينه، وعشان خاطر الشريك ما يحسش ان انتوا بتحبوه اكتر ويجوا عليكم. انتوا خلي بالكم، انتوا عندكم فشل في العلاقات العاطفية. ليه؟ لان انتوا ما بتختاروش الشريك الصح. انتوا قراراتكم صح، بس اختياركم للشريك مش بيكون صح. انتوا في اغلب الامور عندكم انفراجات حلوة من ناحية العاطفة لو انت اخترت صح. في حد هيجيلك من ابراج الترابية وهيتعزلك، الحد ده كان بينك وبينه علاقة، كان بينك وبينه مواضيع، والله اعلى واعلم. هيكون في اعتذار وفي كلام، انت لازم تتخلص من الحسد الشديد اللي عليك. انتوا دايما متألقين، دايما واثقين في خطواتكم، واثقين في هدفكم، واثقين في كل حاجة تخص حياتك، وده اللي مدخلك الحيرة اللي انتوا فيها. انتوا عندكم ألم في الكتاف وزايد قوي الفترة دي. ليه زايد؟ لان انت شايل هم كبير ومش ناوي تتخلص من الطاقات السلبية اللي انت فيها، رغم ان انت هيكون عندك انفراجات حلوة ومواجهات حلوة، وفي نفس الوقت هيكون عندك خبر مفرح هيفرحك جدا، وهتكون مبسوط من اللي انت بتعمله. انت الفترة دي انت اديت ظهرك لحد، انت بدأت تكبر دماغك، اغلب وقتك تليفونك صامت، بدل ما كنت بتمسك التليفون في ايديك بدأت تقول خلاص التليفون مش هيفيدني بحاجة، انا هفضل ماسك التليفون هستفيد ايه. بدأت تغير من نفسك، ما بقاش يهمك رن تليفونك، ما بقاش يهمك كل شوية ان انت تمسك التليفون. انت اتغيرت 180 درجة، ومحدش يعرف انت اتغيرت. انت ساكت وبيقولك انت مالك، في ايه اللي حصل؟ اسئلة كتيرة جدا. في عندك كمان حاجة حلوة هتحصل لك الفترة الجاية لو انت هديت نفسك شوية. يعني ممكن يكون ورا المواجهة في حياتك دي هيكون عندك امور حلوة، هيكون عندك انطلاقات حلوة. خلي بالك، هتزيد اتصالاتك، هيزيد شغلك، هتزيد امور عندك الفترة دي. ليه؟ لان انت ناوي تغير من نفسك. انت الفترة دي لو انتوا هديتوا اعصابكم هتلاقي نفسك عندك القدرة ان انت تعمل حاجات جديدة، هتلاقي نفسك كسرت الروتين في حياتك، لان انت هتعمل كذا حاجة مفرحة بإذن الله. خلال بالظبط 5 ايام هيكون عندكم خبر حلو، الخبر ده هيحسن من طاقتك. ممكن يكون خبر شفاء لحد، ممكن تسمع خبر حلو يخص صحابك او حد ليك. انت الخبر ده مجرد ما تسمعه هيكون مبسوط جدا. انت اغلب امورك اللي بيظهر لك عليها السحر هي وجع في الجسم، بتحس ان انت مهموم، بتحس ان انت حزين، بتحس ان في حاجة زايدة وحزن بدون سبب. انت كاره المكان اللي انت فيه وكارهه جدا، بس عندك خوف من بكرة، خايف من بكرة، خايف من اي حاجة تخص بكرة، خايف ان حاجة تحصل لك وتضايقك وتزعلك. لا، اطلع من الطاقة دي، تفائلوا بالخير تجدوه، طلعوا الطاقة السلبية يا حبايبي. كل ما نتفائل هنلاقي الخير. ودايما عايزاكم
تصلوا على الحبيب وكمان تستغفروا على قد ما تقدروا حبايبي. وطبعا ما تنسوش تحطوا اللايك والشير مع الاصدقاء، وده فضل منكم مش امر. واقول لكم ايه، قدروا تعبي، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.